سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم ندير مع بعض كيك رخامي بطريقه بزاف سهله ومقادير موجودين في كل بيت. يلا تشوفوا معايا الطريقه وما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد ولايك الفيديو. نبداو على بركه الله. نحتاج فيه 3 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، كيس سكر، قريصه تاع الملح ضروريه، وكيس فاني، ونبدأ نخلطه فيه حتى يضاعف الحجم نتاعه. هذا الكيك لازم نطلعوه بالباتر باش تطلع لنا مليح والخليط ترجع اللون نتاعه ابيض. كما راكم تشوفوا هنايا طلعتهم مليح. نبدا نضيف في الزيت بالتدريج غير بشويه ونخلط. الزيت ما نديروش دفعه واحده، غير بشويه وخلطه باش ما يطيح لكمش هذاك الخليط. ونبدا نضيف في الحليب تاني غير بشويه، كاس حليب غير بشويه ونخلط. ما تهبطوش داك الهواء اللي دخلتوه في الخليط. ونبدا نضيف في الفرينه. ضفت كاس ونص فرينه، نغربلها، ضروري تستغربل الفرينه. انا هاد الخليط التالي 2 كيسان فرينه، وكل وحده والفرينه اللي عندها في الدار، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي لا. ديروا وشوفوا عينكم هي ميزانكم، ما تسرعوش في الفرينه، غير بشويه وخلطوا. كيما راكم تشوفوا ما رانيش نخلط فيه بالقوه، يعني غير بشويه ندخل هذيك الفرينه باش ما يهبطليش الخليط، يقعد محافظ على الفوليم نتاعه. من تحت ونطلع. زدت 2 اكياس خميره الحلويات عفوا. لازم تغربلوا الخماره تاع الكاطو، لازم تغربلوها باش يعاود يدخل لها الهواء. هنا ضفت مكون مميز، هو مغرف خل. ثاني تساعدكم البسكوي ولا الكيك يجي خفيف. ديت واحد شويه من هذاك الخليط، خليته فاني، وهذا نزيد عليه مغرف نتاع كاكاو بني الحلو، ماشي هذاك المر. الحلو يجي شباب في هذا الكيك. عندي هذا المول، درت له شويه نتاع الزيت والفرينه وزدت عليه بابي كويسون. دروك هنايا نحط نص من الخليط الفاني، ونزيد عليه في الوسط شويه نتاع من هذاك الخليط اللي درت له الكاكاو باش يجينا الكيك رخامي. نديرو في الوسط كيما هكذا كيما راكم تشوفوا، ونجيبو كيردون ونحركو هذاك الخليط اللي درناه بني، نخلطوه في الوسط ونعاودو نزيدو عليه الخليط الفاني النص الثاني، ونعاودو نضيفو الخليط اللي بقالي من هذيك تاع الكاكاو. كيما راكم تشوفوا هنايا خلطت باش يجينا الكيك من الداخل رخامي. نخلطه بهذه الطريقه بالكيردون. في هذا الاثناء انا كنت درت الفور يسخن باش ندخله يطيب. هاد الانواع تاع الكيك يدي 45 دقيقه في الفور على النار هاديه، ماشي على النار قويه. نقصه من الفوق، ما يبانش من الفوق، ونقصه من التحت باش يطيب لكم، يجيكم طيب من الداخل واحمر من برا. يطول في الطياب نتاعه بصح النتيجه تاعه شابه. يدي 45 دقيقه طياب. ضفت الخليط الفاني كما راكم تشوفوا، نعاود نضيف اللي بقالي من هذاك الكاكاو، الخليط تاع الكاكاو، ونعاود نفس الطريقه تاني كما درت بالكيردون.
وندخلها للفور الطيب. بعد ما طابت كما راكم تشوفوا هنايا، بدات لي 45 دقيقه كما قلت لكم، طابت لي مليح. دخلت الكيردون شفتها ناشفه ولا مازال، لقيتها سي بون، نخليها تبرد ونقلعها من هذا المول. هنا التزيين دائما يبقى لكم اختياري، انا درت لها شويه تاع العسل وكوكا وايفيلي من الفوق، وكل وحده اللي عندها تزين به. دائما التزيين يبقى اختياري، واش عندكم زينوا. بعد ما زينت الكيك كما راكم تشوفوا، تكون النتيجه نتاع كيما هكذا، جاي طالع احمر كما قلت لكم. الطياب تاعه 45 دقيقه يكون طايب. شوفوا كيفاش رخامي من الداخل، والبسكوي ولا هاد لو كيك يجي خفيف ريشه. وبالك تبعوا الطريقه وكملوا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا النتيجه نتاعه. قبل ما نخليكم ما تنسونيش بلايك واشتراك فضلا وليس امر، والى فيديو اخر ان شاء الله، وبارطاج. وسلام.